السلام عليكم. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم البرمجة للمبتدئين. إن شاء الله في الفيديو ده نتعرف على الهيدنج تاجز في ال HTML واللي بنستخدمها علشان ننظم المحتوى داخل صفحة الويب. بس قبل ما نبدأ في الهيدنج تاجز لازم نفهم ليه اخترنا نتعلم HTML5 بدلا من HTML4. أول حاجة، HTML4 معقد وطويل جدا وده الكود بتاعه، ولازم نحدد نوع ال DTD. ال DTD دي اختصار ل Document Type Definition، تعريف نوع المستند، ومش عايز منك تعرف أكتر من كده، على عكس ال HTML5 وده الكود بتاعه Doc Type HTML. تمام جدا. HTML5 بسيط وسهل جدا على عكس ال HTML4، علشان كده لجأنا اللي احنا نستخدم HTML5 بدلا من HTML4. لحد هنا تمام جدا، والأمور إن شاء الله سهلة وبسيطة. بعد ما عرفنا الفرق بين ال HTML4 وال HTML5 يلا بينا ندخل على الهيدنج تاجز في ال HTML. أول حاجة لازم نعرفها إيه ترجمة الهيدنج تاجز. تاجز يعني وسوم، هيدنج يعني عناوين. هيدنج تاجز وسوم العناوين، بس أنا ما بفضلش الترجمة للعربي لأن الناس قالت بتكون مش أحسن حاجة. طب تمام، هيدنج تاجز عرفنا يعني ايه هيدنج تاجز في HTML. تمام، اول حاجه لازم نعرفها بقى يعني ايه هيدنج تاجز، او ايه هي الهيدنج تاجز. الهيدنج تاجز هي عباره عن تاجز بتحدد العناوين داخل الصفحه، وبتبدا من H1 لحد H6. جميل جدا. يعني لما نحب نكتب عنوان رئيسي اللي هو اول حاجه بنستخدم معاه H1. تمام. او عنوان فرعي اللي احنا بنكتبه بعد العنوان الرئيسي بنستخدم معاه H2. جميل جدا. او عنوان جوه العنوان الفرعي بنستخدم معاه ال H3. ده كله تحت مسمى الهيدنج تاجز في ال HTML. يعني تاني ببساطة شديدة، قلنا ال H1 ده العنوان رئيسي. تمام. H2 العنوان الفرعي بالبلدي خالص اللي بيتكتب بعد العنوان الرئيسي. جميل جدا. H3 ده العنوان اللي بيتكتب داخل العنوان الفرعي. تمام جدا. عندنا 6 أنواع من الهيدنج تاجز. أول حاجة H1 اللي يعتبر أهم وأكبر عنوان، لحد H6 اللي يعتبر H6 ده اللي يعتبر أصغر وأقل أهمية. تعالى بعد كده بقى نعرف ترتيب الهيدنج تاجز. أول حاجة H1 زي ما قلنا بنستخدمه مع عنوان الصفحة الرئيسي، يعني العنوان الكبير اللي الناس بتشوفه أول حاجة. تمام. H2 للعناوين الفرعية اللي بنستخدمها بعد العنوان الرئيسي. تمام. وبعد كده H3 و H4 و H5 و H6. طيب ليه بنستخدم الهيدنج تاجز؟ أول حاجة زي ما قلنا بتنظم المحتوى داخل صفحة الويب وبتخلي الصفحة أسهل في القراية. رقم 2، بتحسن ترتيب الصفحة في السيو. السيو ده اللي هو محركات البحث زي جوجل كده. طيب ليه؟ لأن محركات البحث بتعتمد على ترتيب العناوين علشان تفهم محتوى الصفحة. جميل جدا. رقم 3، بتسهل عليا إن أتنقل داخل الصفحة especially لو صفحة طويلة. تمام جدا. نيجي بقى بعد كده نشوف مثال عملي نوضح فيه الفرق بين الهيدنج تاجز من H1 لحد H6، وبالمرة نراجع على اللي احنا شرحناه الفيديو اللي فات. تمام جدا. أول حاجة الدوك تايب HTML قلنا دي بتحدد نوع الإصدار ألا وهو HTML5. بعد كده ال HTML أي حاجة بتتكتب في صفحة الويب لازم تكون داخل HTML دي. تمام جدا. بعد كده element اسمه الهيد. قلنا الهيد أي حاجة بتتكتب داخل الصفحة وما بتظهرش مباشرة للمستخدم،
زي مثلا التايتل ده بالمناسبة اللي هو بيحدد عنوان الصفحة، تمام، أو إعدادات اللغة أو الميتا داتا. نيجي نشوف العنوان مثلا، التايتل هنسميه مثلا هتاتا هكذا، تمام جدا. نيجي بقى إيليمنت بعد كده اسمه البادي، دي كل حاجة المستخدم بيشوفها، أي حاجة المستخدم بيشوفها بتتكتب جوه البادي، تمام جدا. نيجي بقى زي ما اتفقنا نشوف مثال عملي نوضح فيه الفرق بين الهيدنج تاجز من ال H1 لحد ال H6. أول حاجة ال H1 هنكتب مثلا this is the heading، تمام، وناخد كذا مثال 3 6 ماشي، H2 H3 H4 H5 وبعدين X، تمام جدا. ندوس سيف ونيجي نشوف نتيجة الشغل العملي ايه اهو، ده H1 وده H2 وده H3 وده H4 وده H5 وده H6. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك وشير مع صاحبك وتسيب كومنت لو عندك أي سؤال.